ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. هذه الحلقة المتميزة يسرني مشاهدي الأكارم أن أستضيف فيها الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، كما يسرني أن أدعوكم للمشاركة معنا في هذه الحلقة عبر رسائلكم ومشاركاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرقم الذي يظهر على الشاشة أمامكم 00447947831417. حياكم الله جميعا في هذه الحلقة. وفي افتتاحها أهنئ الشعب الفلسطيني المجاهد على الانتصارات التي حققها ضد المحتل الصهيوني الغاشم. وهذه الانتصارات أن نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون فاتحة خير لإقامة الجهاد في سبيل الله لقلع جذور هذه الدولة الظالمة المجرمة التي طغت وتجبرت واحتلت بلاد الشعب الإريتري. فأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الشعب الإريتريين نهنئ الشعب الفلسطيني على هذه الانتصارات العظيمة التي الحقيقة يعني يتعجب الإنسان كيف حصلت في ظل تكالب جميع الدول ضد هذه الدولة، أقصد الدول الكافرة، ضد المسلمين وضد الفلسطينيين، ومع ضعفهم وقلة إمكانياتهم استطاعوا أن يسدوا هذا الظلم العظيم. فهنيئا لهم، وصلى الله تعالى أن يقويهم وأن يعود إليهم مجدهم وعزهم ودولتهم، وأن يخرج هذا الظالم هذا المحتل إلى مكانه الذي يليق به. فأهنئ وأكرر هذه التأنية، وأسأل الله تعالى أن يعيد لهذه الأمة عزها ومجدها وخلافتها، وأن يمكنها سبحانه وتعالى، آمين. مشاهدي الأكارم، حلقة اليوم هي حلقة خاصة بعنوان ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ سنناقش في هذه الحلقة ماذا استفدنا من صيامنا في شهر رمضان، وكذلك نقطة ولا تكون كالتي نقضت غزلها، ثم أيضا نقطة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكذلك فائدة الاستغفار والشكر بعد رمضان ومشروعية ذلك بعد العبادات، ثم من هو الفائز الحقيقي في رمضان. كذلك هناك دقائق ورسائل مختصرة فيما تتعلق برمضان. فباسمكم جميعا نكرر الترحيب بالدكتور حسن سلمان. فأهلا وسهلا بالدكتور حسن، يا مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين بك. نريد أولا تعليق حول هذه الانتصارات العظيمة التي حصلت. لا ينبغي لنا أن نمر من غير أن نتحدث عنها. فالحمد لله الشعب الفلسطيني اليوم يفرح ويسعد بهذا الانتصار العظيم. تعليقكم دكتور حسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد من انتصارات المسلمين، فهي محببة بطبيعة الحال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب.
وحقيقة لا يستطيع الإنسان أن يستوعب ما يجري على أرض فلسطين إلا إذا وقف على هدايات القرآن الكريم. وأعظم هذه هدايات هي قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ونضع دائما وقفات حول باركنا حوله وقول الله: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حقيقة خلال فترة العشر أيام الماضية ظللت أفكر في ما الذي يجري في هذه الأرض، فلا تستطيع أن تقلب النظر بحسابات المادة، الحسابات المادية المحضة. كل الحسابات المادية كانت تصب ضد الشعب الفلسطيني، اتفاقيات التطبيع، الموقف الأمريكي، الحصار العربي، كل هذا كان يصب ضد الحالة الفلسطينية. ولكن إذا أدركنا قول الله تبارك وتعالى: باركنا حوله، هذه الأرض مباركة، وتظهر بركة هذه الأرض في إنسانها، وتظهر بركة الأرض في مجاهديها، وتظهر بركة الأرض في أرحام نسائها، وتظهر بركة الأرض في سلوك إنسانها. يعني البركات تتجلى حقيقة في هذه الأرض في كل معانيها. أيضا تتجلى بركة هذه الأرض في أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنها معقل الطائفة المنصورة التي ستظل تقاتل إلى آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: هم بالشام، أو هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وكذلك النصوص التي تتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى تكفل لي بالشام، هذه كلها على كل معطيات البركة. أيضا من المعطيات الأخرى: لنريه من آياتنا، فهذه الأرض أيضا فيها آيات، ومن آياتها نصر المؤمنين وخذلان الكافرين ونصر المستضعفين، وأنها أرض رباط وأرض جهاد وأرض استشهاد. فعلى كل هذه الأرض حقيقة يعني ما نستطيع نتجاوز كما تفضلت هذا الحدث إلا بالعودة إلى هذه الأصول. النقطة الثانية: أثبتت لنا هذه الأحداث أن صاحب القضية العادلة إذا كانت له إرادة حقيقية وقوية، فإن قوة القضية وعدالة القضية تغلب قوة الباطل وسلطان الباطل وصولجان الباطل. وهذا ما رأيناه. ما الذي يملكه الفلسطينيون؟ عدالة قضية وإرادة وعزيمة جادة، ثم استخدام أقل ما لديهم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. قال: ألقها يا موسى. وكانت هذه نقطة البداية في أن والله هذه النقطة البسيطة، أن يلقيها بسم الله، وأن ترميها بسم الله، وأن تتحرك فيها بسم الله، تتحول إلى معجزة. وهذه دلالة أيضا من دلالات العظيمة جدا في أن هذه الأرض أرض آيات. ثم أثبتت كذلك أن هذه الحرب السابقة وحدت الشعب الفلسطيني الذي ظلت تعمل فيه الآلة الصهيونية وكذلك الإعلام للأسف الشديد الإعلام العالمي. أرادوا أن يصوروا أن الشعب الفلسطيني قضيته تلاشت، وأن أرضه قسمت وشعبه قسم ما بين 48 وما بين الضفة والقطاع. وهذه التقسيمات تصور الناس بأنها خلاص، فإذا بهذه الحرب سبحان الله تبدأ من القدس ويتفاعل معها 48 وتسندها بعد ذلك غزة، ليقول الشعب الفلسطيني للعالم أجمع بأننا نحن هنا صامدون وباقون على هذه الأرض، كما هي أنشودتهم المعروفة: باقون ما بقي الزيتون والزعتر. فهم سيبقون على هذه الأرض ولن يقتلعهم منها أحد، فإما سقط منهم شهيد أو ارتقى منهم إلى الله سبحانه وتعالى شهيد، فإنهم يلدون 1000 فارس و1000 مقاتل. ماذا نفع التطبيع؟ أيضا النقطة الأخيرة هذه اللي حقيقة كنت أحب أن أقولها. سبحان الله، يقول الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ماذا أعقبها الله؟ قال: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذه إشكالية النفاق منذ أن نشأ، أنهم يتصورون بأن والله الإسلام غير قادر وعاجز ولا يمكن أن يفعل شيء وكذا، ولكنهم ينسون أن هذه السلة المؤمنة قوتها ليست في ذاتها، بل قوتها في ضعفها، قوتها الحقيقية في ضعفها، ولكن هذا الضعف المسنود بقوة إيه؟ بقوة ربانية فوقية. واذكروا إذ أنتم مستضعفون واذكروا إذ أنتم أن يتخطفهن فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فهذه طبيعة المسألة. فحقيقة أنا في تقديري أهم درس تستفيده أمة الإسلام هو أنها كيف تعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تتداعى عليكم الأمم أخيرا إذا تبايعتم بالعينة
ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث الآخر حب الدنيا وكراهية الموت. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجانب. فعلى كل قوة هذه الأمة في العودة إلى دينها، في العودة إلى هويتها، في العودة إلى شريعتها، في التمسك بدينها، في العودة إلى المقاومة والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أثبتت حقيقة الآن كل المشاريع التي يحرص الناس فيها في التماهي مع أعداء الله وفي الخضوع لهم والاستسلام لهم والتنازل لهم عن الأرض والعرض، أثبتت فشلها. ها هي أوسلو الآن 30 سنة من 91 وإلى يومنا هذا ما استطاعت أن تحقق، أو 20 سنة ما استطاعت أن تحقق شيء. وها هي الآن المقاومة والصمود والتحرك بسم الله تبارك وتعالى في أنهم يستعينوا بالله ويتوكلوا على الله. وهذه هي سنة الله في بيت المقدس. يعني كانت لبني إسرائيل يوم أن قال الله تبارك وتعالى ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الآن جاءت كلمة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وهي أمة خارجة من قلب جزيرة العرب من مكة المكرمة، أخرجت للناس، وها هي الآن تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الانتصارات. فعلى كلنا التحية للشعب الفلسطيني باسم شعبنا الأريتري وعموم المسلمين، ويستحقون حقيقة الدعم والمساندة والتأييد حتى يستكملوا. أنا في تقديري القرآن الكريم يشير إلى معنيين أساسيين، معنى النصر ومعنى الفتح. فنحن الآن حصل انتصار، والانتصار يكون في المعارك لا في الحروب. الانتصار في نهاية الحرب هو فتح في المصطلح القرآني، والانتصار على مستوى المعارك المتجزئة يسميه الله تبارك وتعالى نصر. فيقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فنأمل إن شاء الله أن يكلل هذا النصر الذي هو على مستوى معركة من المعارك أن يكلل بفتح على مستوى الحرب، لتكون في صالح إن شاء الله القدس والمسجد الأقصى والفلسطينيين في بناء إن شاء الله دولتهم واستعادة مجدهم وكرامتهم وعموم أمة الإسلام. الحمد لله رب العالمين. طيب دكتور حسن سلمان، عشنا أياما جميلة في شهر رمضان المبارك ما بين قيام الليل وصيام النهار والصدقات وقراءة القرآن الكريم والتسابق والتسارع في الخير. هذا العمل الذي قام به المسلمون ما هو أثره بعد رمضان، أو ماذا ينبغي أن يكون أثره بعد رمضان؟ هل له أثر أم هو خلاص يعني قدمت الأعمال انتهت ثم يعود الإنسان إلى ما كان عليه ما قبل رمضان؟ يعني لو تحدثنا حول هذا دكتور حسن جزاك الله خيرا. طيب، على كل فيما يتعلق بموضوع آثار الأعمال ونتائجها وما ينبغي أن تؤول إليه، الله سبحانه وتعالى ما شرع شريعة ولا أمر بأمر من أوامر الدين إلا وله مقصد وله غاية وله حكمة. يسموها العلماء الحكمة، يسموها المقصد، يسموها الغاية. على كل الشعائر والأوامر لها مقاصد. وحتى نقول والله ماذا استفدنا وما هو الشيء الذي فعلا يمكن أن نخرج به من رمضان، لابد أن يكون عندنا معيار. المعيار لابد أن يكون واضح. تمام. يعني ما هو المعيار الذي استطيع أن أقيس به نفسي، الترمومتر اللي أنا والله أحدد من خلاله أني خرجت من رمضان بفائدة أو لم أخرج منه بفائدة. هذه مسألة مهمة جدا. فكثير من الآن من التجار يدخلون إلى الأسواق بأهداف، منهم من يدخل بهدف ليحقق مثلا اكتفاء ذاتي، ومنهم من يحقق مقاصد أعظم من ذلك، وهو ليست الاكتفاء الذاتي ولكن ما هو أبعد من ذلك وهو الثراء المالي مثلا. فبعضهم يقول لك والله أنا يهمني إنه والله داخل هذا السوق أن أكون مكتفي ماليا، ومنهم من يقول لك لا أنا لا أريد الاكتفاء الذاتي ولكن أريد الثراء المالي. فكذلك أيضا نحن في هذه الشعائر العظيمة الله سبحانه وتعالى حدد لنا المعيار الذي نقيس به هل استفدنا من صومنا أم لا، وهو أن الله عز وجل جعل لهذا الصوم غاية وجعل له مقصد. وهذا المقصد في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جميل. إذن أعظم مقصد يمكن أن تقيس من خلاله أنك استفدت من رمضان أو لم تستفد هو مقصد تقوى الله. هل استفدت فعلا تقوى الله سبحانه وتعالى؟ وحتى أيضا لا نجعل موضوع تقوى الله مسألة أيضا شعورية أو مسألة والله كل إنسان يجتهد فيها، لا، الله عز وجل حدد لك أيضا ماذا تعني التقوى. يعني هنا عليك التقوى في كتاب الله تبارك وتعالى هو أنك تلتزم الحقوق والواجبات وتمتنع وتترك المحرمات والمنهيات. إذا استطعت من رمضان
أن تخرج بأنك والله تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، فقد وفقت في أنك والله من رمضان هذه المدرسة العظيمة خرجت فيها بفائدة عظيمة جدا. إذا كان والله دخلت رمضان وأنت منتهك للحرمات وأنت مقصر في الواجبات، ثم دخل عليك رمضان وصمت 30 يوم وصليت القيام، ولكن بعد رمضان عدت إلى نفس المحطة القديمة، ما فعلت شيء، لم تحقق مفهوم التقوى. وهنا أنا أتكلم عن تقوى الإسلام، لأن تقوى الإسلام حدها الأدنى هو ترك المحرمات اللي هي ترك الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. يعني كلنا قد نقع في تقوى الإيمان، قد نقصر في تقوى الإيمان. تقوى الإيمان لأن فيها ترك المنهيات وليس المحرمات الكبائر. ترك الكبائر هو في تقوى الإسلام. وعندنا تقوى من نوع ثالث هو تقوى الإحسان، الله سبحانه وتعالى هذه المراتب كلها مذكورة في كتاب الله. فأقل شيء تخرج به من شهر رمضان أن تحقق تقوى إيه؟ تقوى الإسلام، وهي أنك اجتنبت الكبائر التي وردت في قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين وعدم قتل النفوس، عدم قتل الأولاد، ترك الفواحش، ترك الزنا، الموازين، المكاييل، ترك قول الزور، إلى أن قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ذلكم وصاكم به فتفرق عنكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عليكم. إذن الله سبحانه وتعالى حتى قصة التقوى وسبيلها والطريق المطلوب منك للوصول إلى التقوى هو هذا الصراط. فنحن في رمضان اجتهدنا وعملنا، لكن علينا أن نسأل أنفسنا: هل استطعنا في رمضان أن نحقق الصراط المستقيم؟ هل في رمضان اجتنبنا الإشراك بالله؟ حققنا توحيد الله؟ التزمنا ببر الوالدين في حده الأدنى الذي هو واجب لا يجوز التنازل عنه، بل بالعكس أنت مع الوالدين يفترض أن تصل إلى مستوى الإحسان وليس مستوى الحد الأدنى. هل اجتنبنا قتل النفوس؟ هل اجتنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ هل في الأسواق استطعنا أن نتعامل بالمكاييل والموازين بشكل صحيح؟ أم نحن والله نمارس العدوان؟ لأنه نقيض التقوى هو العدوان. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجعل العدوان في مقابل التقوى وجعل البر في مقابل الإثم. إذن أنت ترك العدوان على أعراض الناس، ترك العدوان على أموال الناس، ترك العدوان على أرواح الناس، ترك العدوان على حقوق الله تبارك وتعالى. إذا استطعنا والله نخرج من رمضان بأن استطعنا أن نحقق تقوى الإسلام، فأنت بفضل الله سبحانه وتعالى وفقت. وحتما هنالك من يكون خرج من رمضان وقد حقق تقوى الإيمان وهي ترك المنهيات مع الكبائر، وحقق تقوى الإحسان وهو أن يعبد الله كأنه يراه، بمعنى أن هذا يلتزم ليس الواجبات وترك المكروهات فقط، ولكنه يذهب إلى معنى أبعد وهو تقوى الورع والزهد وترك ما ليس به بأس خوفا مما أن يقع فيه بأس. وهذه طبعا مرتبة كبيرة. فعلى كل أنت إذا أردت أن تعرف نفسك أنك استفدت من رمضان عليك أن تدرك هل تغيرت الحالة عندك. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن شهر رمضان أشار إلى هذا المعنى. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني هذا رمضان الذي امتنعت فيه عن الأكل والشرب، ولكن في نفس اللحظة أنت منطلق في الفواحش، منطلق في أقوال الزور، منطلق في أفعال الزور، فما الذي استفدته من جوعك وشرابك؟ ما يفعل الله سبحانه وتعالى بهذا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. فمعنى أنت محتاج أن يوصلك هذا الحج ويوصلك هذا الصيام وتوصلك الزكاة إلى مفهوم التقوى. هذه على كل أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حالة أشار إلى أنه والله هذا الصيام، يقول الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. هل والله الصوم أوصلك إلى مستوى المراقبة، أنك والله تراقب الله في السر والعلن، وبالتالي ترتقي من مسألة 10 حسنات إلى أن والله هذا الصوم يتحول إلى مفهوم وقيمة الصبر، وبالتالي وقيمة الرقابة والمراقبة والرصد، أن الله يراني، إلى أن تكون بعد ذلك من وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه القضية أنا في تقديري هي القضية الحقيقية المفروض يدندن حولها كل شخص ويسأل نفسه: هل والله فعلا حقق من رمضان مفهوم التقوى أم لم يحقق مفهوم التقوى؟ هذه أهم جزئية. طيب دكتور حسن، ذكرت الآن في وجهة نظري أقسم الناس إلى 3 أقسام. رجل استفاد من رمضان، نعم،
وحقق في نفسه فعلا التقوى، ماذا عليه أن يفعل؟ آخر لم يستفد من رمضان وعاد إلى ما كان عليه، بماذا توصيه؟ وثالث كان بينهما. نعم. على كل الذي استفاد من رمضان نقول له أنك أنت تتعامل مع الله وليس مع غيره. التعامل مع الله إذا وصلت إلى هذه القناعة بأنك أنت والله تتعامل مع رب الوجود والله خالق كل شيء، لن ترضى بكل عمل عملته وتشعر أنه دون مستوى أن يقدم لله. يعني لاحظ أنت الآن ولله المثل الأعلى، لو أنك أردت أن تذهب بهدية لشخص عزيز ستذهب وتنظر إلى قيمتها وإلى شكلها وإلى لونها، وستظل دوما إلى أن تلقاه تشعر بأنك والله لا تليق به. لكن غاية ما لديك أنك تريد أن تعبر له عن محبتك وعن قصدك إزاءه. كذلك هذا الشخص الذي وصل بفضل الله سبحانه وتعالى في رمضان إلى هذا النمط من أنماط التقوى، أقول له تحرك في المجال إلى أعلى، في هذا المدارج واصل فيه إلى أن تصل مستويات عليا. فأنت حققت تقوى الإيمان، تقوى الإسلام، عليك أن تنتقل إلى تقوى الإيمان بترك المنهيات من مكروهات وغيرها. انتقل بعد ذلك إلى تقوى الإحسان، لا تتوقف إلى تقوى الإيمان فقط، ولكن انتقل إلى تقوى الإحسان الذي يكون فيه قضايا الزهد فيما ليس في كثير من القضايا، وترك والأخذ بالورع واجتناب مش المكروهات، لا، أحيانا تترك المباحات في سبيل أن ترتقي إلى الله سبحانه وتعالى. يعني يظل الإنسان المسلم أو المؤمن هو في سباق مع الزمن ومع الأعمال الصالحة، ويرتقي تدريجيا من درجة إلى درجة حتى يصل إلى درجة الإحسان. نعم، هذه الدرجة الكبرى. أيوة، نعم، التي قد تصل به. طبعا لا يستطيع أن يصل الإنسان إلى درجة الأنبياء. نعم، هذه مرتبة عالية جدا وخص الله فيها ناس. نعم، لكن ثمة هناك درجة هي درجة الصديقين. نعم، ودونها درجة المجاهدين، ودونها نعم، درجة الصالحين. نعم، تمام. فيبدأ من خلال الأعمال الصالحة ومن خلال ما ذكرته شيخ حسن يتطور إلى ويرتقي. نعم، تمام. يرتقي مع الله. وبالتالي طيب، من لم يستفد من رمضان وعاد إلى ارتكاب المنهيات والتقصير في الحقوق والواجبات، بماذا توصي دكتور حسن؟ على كل هذا محتاج إلى أنه يقف مع نفسه وقفات طويلة جدا، بخلاف الشخص الأول. الشخص الأول مهمته الآن الانطلاق والاندفاع إلى الأمام. الشخص الثاني. دكتور حسن، نعم، مشاهدينا الأكارم، هذا السؤال سنجيب عليه بعد فاصل، ابقوا معنا. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدينا الكرام، عدنا والعود أحمد. نستمر في الإجابة على السؤال الذي طرحته لكم دكتور حسن. حياك الله. فيما يتعلق بالشخص الذي خرج من رمضان وهو لم يستفد تلك الفائدة المرجوة مثل الشخص الأول، ولكنه إما أنه والله متوقف في مكان واحد، وإما أنه متراجع ولم يتقدم. هذا بطبيعة الحال أهم منزلة تلزمه هي منزلة المحاسبة، أو يسمى ابن القيم مقام المحاسبة. هذا محتاج إلى محاسبة، لأن ابن القيم يقول أصلا ما في شيء اسمه توقف. هذه الحياة لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فكل يوم يمضي في حياتك وأنت لم ترتقي فيه فادرك أنك فاعلم أنك أنك تراجعت وتتأخر. وبالتالي مضى يوم من العمر ودون أن أستفيد شيء، ودون أن أتقدم، ودون أن أربح، ودون أن أكون من الصالحين، ودون أن أدخل في رحمة الله. لأن كل هذه القضايا، الإيمان، الإحسان، الإسلام، كلها ينبغي أن تؤدي بنا إلى شيء واحد، وهي منزلة الفوز والرحمة. هذه قضية أعلى المراتب. أيوة،
لعلكم ترحمون، واتقوا الله لعلكم ترحمون. فنحن في النهاية من تقوى الإيمان وتقوى الإحسان نصل إلى رحمة الله، أدخلناه في رحمتنا. فقضيتنا الآن كلها كيف ندخل في رحمة الله. كيف تدخل من رحمة الله؟ لأن الله قال إنه كان من الصالحين. إذا تحقق الصلاح تدخل في رحمة الله. فنحن وإلا الأمر خطير صراحة يعني. أيوة يعني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمنزلة المحاسبة كما يقول ابن القيم تعلم الناس، تعلم الإنسان أنه والله الوقفة مع الذات بين فترة وأخرى، وهذه يحتاجها الكل. لكن هذا الذي لم يخرج من رمضان بفائدة محتاج إلى أن يدرك عيوبه ونقاط ضعفه ونقاط قوته التي يمكن أن تعينه إن شاء الله، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرتبة أو منزلة التوبة. يعني محتاج إلى القضايا التي هو عنده فيها إشكال، يعزم على أنه والله هو محتاج إلى تحقيق التوبة، تحقيق المراقبة لله تبارك وتعالى. دكتور حسن، بعضهم ما يصلون، بعضهم يرتكبون كبائر الإثم كشرب الخمور والعلاقات المحرمة مع بعض النساء، والعكس بالعكس أيضا حتى من النساء من هي والعياذ بالله، يعني بعضهن يتصلن علي يقولون أختي والعياذ بالله يعني تسكر وتمارس بعض الرذيلة، تأتي بعض الأسئلة التي حقيقة تقشعر منها الجلود. وربما هؤلاء يعني هذا الصنف من الناس الله له الهداية ربما حتى في شهر رمضان لا يصوم ويرتكب يعني جرما كبيرا بأنه ينتهك حرمة هذا الشهر. يعني هذه الفئة من الناس حقيقة ما نستطيع أن نقول هم كثر أو هم قلة، لكن موجودين بين أظهرنا موجودين. فالحقيقة الواحد يحمل هم كيف يدعو هؤلاء الناس. يعني بعض الأسر حقيقة يعني يتواصلون ويذكرون أن أولياء أمورهم يسرفون في المعاصي والذنوب ويكون عندهم علاقات يعني محرمة جدا. بماذا توصينا في هؤلاء الشيخ حسن؟ كيف ندعوهم؟ كيف يعني بعض الزوجات تشتكي وتئن من بعض الأزواج، وبعض الأزواج مسرف جدا في نفسه ومسرف جدا حقيقة ومقصر جدا مع ربه، لا تجده حقيقة في المساجد إلا نادر، والصلاة في البيوت أيضا يعني بشكل حقيقة ضعيف جدا جدا، ما يصلي إلا في النادر. في رمضان يتحسنون قليلا، تحسن قليل، لكن منذ أن يخرج رمضان ويذهب يعودون إلى ما هم عليه. على كل هذه مسائل يعني تحتاج إلى شغل كبير جدا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراتب هذا الجانب، سواء على المستوى الشخصي، المستوى الأسري، المستوى العائلي، المستوى المجتمع. لأنه إذا ضعف سلطان الإيمان نحتاج إلى سلطان المجتمع، يضعف سلطان المجتمع يحتاج إلى سلطان الدولة، وهكذا. فنحن الآن سبحان الله لو أن سلطان المجتمع إيمانيا قوي يضعف حالة الفرد المتفلت. المجتمع سبحان الله يحمل ضعفاءه نحو فإذا كان والله المجتمع حريص على الصلوات في الجماعة لن تجد والله شخص مرتاح ضميريا وهو جالس في القهوة، لا، إلا إذا كان حصل تفلت كبير. وبالتالي هنا فأنا أقول هنا كلما نحن اتجهنا بكلياتنا نحو الإيمان ونحو الخير نحمل ضعفاءنا. يا سلام، هذه مسألة مهمة جدا. يعني القرآن يركز على سلطان الإيمان والضمير، ثم سلطان المجتمع، ثم سلطان الدولة، آخر شيء سلطان الدولة. ولا تتدخل الدولة إلا في شأن إيه؟ شأن يمس المجتمع في كلياته، لكن المجتمع حقيقة له دور ويتحمل هذه المسألة بشكل واسع. كثير من القضايا لا تحتاج منا إلى سلطان الدولة، تحتاج إلى سلطان الأسرة، سلطان المجتمع، سلطان العائلة. وبالتالي إذا كان والله هنالك شخص يعني مثلا يسكر ولا يجد في ذلك حرج، ولا المجتمع من حوله يشعره بأنه والله هو تجاوز الحدود. في قضايا الشخص فيها يمكن أن يحتمل يحتمله المجتمع، وفي قضايا لا يحتمله فيها المجتمع. أن تخفي معصيتك بينك وبين ربك المجتمع قد لا يتدخل، لكن عندما تشهر المعصية وتجعلها جهرا هنا المجتمع يتضرر، ومن حق هذا المجتمع أن يتدخل. فنحن محتاجين على كل إلى سلطان المجتمع في إظهار الشعائر وحمل الناس على الشعائر والأمر بالمعروف. ولذلك القرآن الكريم لما أشار إلى هلاك بني إسرائيل في أنهم والله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولو أدرك المجتمع أن والله هؤلاء الذين يرتكبون المحرمات والكبائر ذنوبهم المعلنة وعدم أمرنا بالمعروف لهم وإنكارنا لمنكرهم سيرتد علينا
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر إذا كثر الخبث. فحقيقة أريد أن أقول بأنه ونحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالنسبة للعصاة، علينا أن ندرك بأنه نفعل ذلك حماية لأنفسنا. يعني إذا جاء العذاب يأخذنا جميعا، وبالتالي نحن محتاجين حقيقة إلى هذا الجانب، وأن نذكر بعضنا البعض ونحمل ضعفاءنا والأسرة. أيضا أنا هنا أناشد النساء، يعني بعض النساء تستحي من أنه والله تحمل عيوب زوجها إلى أهله أو إلى أقربائه. لا، إذا كان الأمر متعلق بالدين ومتعلق بأصول الدين عليها لا تجامل، بل يمكن أن تصل معه مستوى من التلويح بأنه والله إذا كان هذا هو سلوكك فأنا لا أستطيع أن أربي أبناء تحتك مثلا، وبالتالي تدخل إخوانه وتدخل أهله في أنه والله تعمل له مجلس. فهذه القضايا كلها نحن ضمن مفهوم مفهوم المجتمع الفاعل والمجتمع الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن نمارسه. أحسنتم شيخ حسن. علامات القبول وكيف نحافظ على العمل الصالح؟ حياك الله. والله يعني سبحان الله، هذه قضية إيمانية. الله عز وجل يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، والعارفون كذلك بالله تبارك وتعالى والسائرون على درب التزكية والتطهير يقولون بأن كل مقام يرتقي إليه الإنسان يجلب إليه حالا، والحال فتوح من الله، والمقام كسب بشري. يعني أنت مصطلحات لا أفهمها دكتور حسن. أنت مطالب أن ترتقي في المقامات بالكسب. يعني عندك مقام التعبد، مقام التقوى، مقام الإحسان، هذه تسمى مقامات كسب أعمال الصالحة. عليك النور. تمام. ما من مقام تحصل عليه هو أمر إيماني. أنا ما شاء الله ارتقيت من حالة اقتحام المحرمات إلى أني خلاص عزمت أن المحرمات عندي أغلق بابه. هذه ارتقيت إلى مقام تقوى الإسلام. تمام. تقوى الإسلام هذه سبحان الله تجرني إلى أحوال وتجرني إلى مقام أعلى. الأحوال فيها الطمأنينة، فيها السكينة، فيها الرضا، فهذه يقال هبات من الله. أنت لا سبحان الله تلمسها في نفسك وفي أولادك وفي أهلك وفي البركات من حولك وفي حب الناس لك. هذه كل قضايا أنت ما لك فيها دور، سبحان الله، لكن أنت عندك دور في شيء واحد، أنك تحقق المقام. فيقال سبحان الله ما من مقام للعبد حققه إلا يقابله منحة من الله. وهذه يسموها ناس ابن القيم والجماعة يسموها الأحوال. هذا فالرضا حال، السكينة حال، الطمأنينة ما مقام. هذه الرضا حال، الطمأنينة حال، هذه السكينة حال، شعور الإنسان بأنه والله في رضا تام مما قضاه الله له. فهذه لن تنالها وأنت مقصر في المقامات. فأول قضية ينتبه إليها الشخص في مجال هل والله بدأت تظهر إليه الأحوال أم لا؟ هذه مسألة على كل مسألة. ما علاقة ذلك بعلامات القبول؟ عليك النور. بعض الناس الذين يعني لم يقبل الله تبارك وتعالى منهم يقعون في أمرين أو يحدث أمران. الأمر الأول أنهم لا يجرهم المقام الذي وصلوا إليه إلى مقام آخر. هذه علامة. بل بالعكس، خرج من رمضان إلى معصية مباشرة. انتهينا من رمضان هو ماشي إلى المسار الأيسر وليس المسار الأيمن. والذين الله عز وجل قال والذين اهتدوا زادهم. نحن كنا في هداية، في صوم وفي تقوى وفي إسلام وفي ليلة قدر وغيرها. مباشرة انطلقت من شهر رمضان والعياذ بالله إلى الذنوب إلى المعاصي إلى كذا. هذا مؤشر خطير بأنه والله هذا الشخص ما قبل. الأمر الثاني، أهل الخير وأهل الصلاح يشعرون بعد رمضان بفتوحات إلهية وفيوض وما سميته بالأحوال. يشعر بأنه والله هم بحاجة إلى مزيد من الأعمال، شاعرين بانشراح صدرهم للإيمان، شاعرين بأنه والله قضية الإيمان اللي كان محل تنازع زينت في القلب، شاعرين بأن المعاصي اللي كانوا هم ما بين هائن ولا ما بين اقتحام يعني إقدام وإحجام تحولوا إلى كرهت إليهم. هذه مسألة مهمة جدا. هل حبب إليك الإيمان وزين في قلبك وكره إليك الكفر والعصيان، ولا أنت والله لا كما كنت؟ هذا مؤشر. إذا خرجت من رمضان وقد حبب إليك الصيام وحبب إليك القيام وحبب إليك أهل الخير وحبب إليك مجالسة الصالحين وحبب إليك سماع القرآن الكريم وحبب إليك أن تكون جزء من منظومة إيمانية متحركة إلى إصلاح المجتمع، هنا أنت تحولت من مرتبة التقوى إلى مرتبة الرشد. يا سلام. هذه مسألة أيضا يعني سبحان الله. القرآن الكريم حبب إليهم الإيمان، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إليهم الإيمان يعني وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. هذه إذا أنت انتقلت من حالة بعدها قال أولئك هم الراشدون، حالة النفس اللوامة. لو افترضنا أن شخص دخل إلى رمضان بالنفس اللوامة، يعني مرة
يرتكب معصية ثم يستغفر الله ويندم ولكنه يعود، يكون خلاص انتقل إلى مرحلة النفس المطمئنة، استقرت على الإيمان، استقرت على الالتزام، استقرت على الهدى، استقرت على الخير، لا تتراجع. هذه مسألة الرشد، ونحن محتاجين في رمضان سبحان الله إلى هذا المستوى، وآيات الصيام جاءت فيها. يعني الله تبارك وتعالى بعد أن تكلم عن التقوى وتكلم عن الآية الثانية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأنت استجبت لله وآمنت بالله في رمضان، عليك أن تتجه إلى الرشد. فهذه تقريبا مسألة المؤشرات على الأقل. كيف أحافظ على العمل وأن يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، وأمتثل يحذر من قوله تعالى لا تكونوا كالتي نقضت غزلها؟ أحسنت. طبعا هنا موضوع العمل، دعني أقول بأن كل عمل يعمله الإنسان الأصل فيه أنه يحفظ عند الله، إلا أن يأتي فيه بمبطل، كالذي مثلا يتصدق بصدقة ثم يتحدث ويؤذي، هذا قد تبطل. كالذي يعمل عمل ثم يتكلم به، هنا قد يعود على كل إلى تجزئة في إنه والله أصل المسألة قد يكون ثابت ولكن أجر الإخلاص قد يرفع، يعني قد لا تبطل. يعني شخص قام بالليل ثم أخبر واحد من الناس، قد لا يبطل قيامه بالليل لكن يخرج من دائرة السر إلى ملف العلن كما يقال، يعني ملفات الملائكة فيها الملف السري وفيها الملف العلني. بعض الأعمال تدون في الأعمال الظاهرة وبعضها تدون في الأعمال الخفية، وعند الله التفاصيل. حتى الذي فعلته سرا الملك يعرف أنه فعلته سرا، ولكن خفاياه يعلمها من؟ الله جل جلاله. فأنت هنا لكي تحافظ على أعمالك، أول شيء عليك المداومة والاستمرار، أن تستمر فيما أنت فيه من خير وألا تتراجع. الأمر الثاني أن تدرك مبطلات هذا الأمر. النقطة الثالثة أن لا تعود إلى نقطة أقلعت منها وانطلقت منها. الآن عندنا مثلا بعض الأعمال واجبات تلتزم بشكل دوام، وبعضها تروك تجتنب، وهي مفهوم التقوى بالمعنى اللي ذكرناه. هذه التروك الإشكال فيها مثلا والعياذ بالله كان شخص يأكل أموال الناس أو يرتكب الفواحش أو يأذي الناس، واجبه أن يتوب ويقلع عن هذا الفعل. مجرد ما أقلع، إذا عاد إليه مرة أخرى أبطله، يعني كأنه ما فعلت شيء. فإذا أردت أن تحافظ على نفسك وعلى عملك، عليك الاستمرار في هذا العمل الذي أقلعت عنه وألا تعود إليه مرة أخرى، كما أن عليك أيضا في الواجبات الاستمرار فيها وعدم الانقطاع عنها. هذا هو الشيء المطلوب إن شاء الله في هذا. جميل. مفهوم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو مفهوم مهم جدا فيما يتعلق بالتعامل مع الله عز وجل. الله عز وجل لا نتعامل معه بالمزاجيات أو نتعامل معه يوم ونقطع عنه يوم، لا، هي علاقة مستمرة دائمة حتى تلقى الله. بمعنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الاستسلام المعلن، أنك أنت استسلمت لله وأخذت عهد بينك وبين الله، كأنما تقول لله عز وجل أنا دخلت تحت بميثاق بيني وبينك يا رب أن أستسلم لأمرك ونهيك واجتنب محرماتك وأخذ بواجباتك حتى ألقاك. هذا هو العهد. هذا العهد إلى أي مدى أنت تلتزم به وتظل مواصل فيه هو اللي نسميه الآن قضية إيه؟ واعبد ربك حتى يأتيك. ما هو اليقين؟ اليقين هنا طبعا بطبيعة الحال هو الموت. هو الموت، ويمكن أن يفسر بسياقاته. اليقين طبعا هو أكثر من معنى، لكن في هذا السياق تحديدا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو الموت. فكثير من الناس يعبد الله ولكنه يتوقف في منتصف الطريق، وهذا يندرج تحت قوله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا الاهتداء هو الاستمرار والديمومة حتى يلقى الله. لأنه شوف لاحظ، غفار تاب وآمن وعمل صالح كفاية، ليش قال ثم اهتدى؟ هذه الملازمة والمداومة والاستمرار وعدم الانقطاع. بعض الناس أيوة، فبعض الناس سبحان الله تجده في محطة من المحطات التزم وكذا ولكنه لم يداوم ولم يستمر، فهذا ليس مهتديا. ونحن محتاجين إلى الاهتداء المستمر الذي لا ينقطع بحال من الأحوال. هل الله يحتاج إلى عباداتنا أم هو غني عنا؟ الله سبحانه وتعالى غني عن العباد، وهذه العبادات هي لمصلحتنا. يعني شرعت هذه العبادات لمصلحة الإنسان، لصلاح الإنسان، ليعيش على وجه هذه البسيطة وهو على أفضل أحواله.
فإذا أطاع الله سبحانه وتعالى كافأه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. لاحظ أن الله الذي أعدك وأمدك، يعني أنت شوف ما عندك شيء أصلا فعلته لنفسك، لا خلقت نفسك ولا أعديت نفسك ولا أمديت نفسك، ومع ذلك الله عز وجل يكافئك على فعل الخير. صحيح. يكافئك. وبالتالي هنا نلاحظ الحديث القدسي الذي يقول يعني لو أن أهل الأرض جميعا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك الله شيء. لماذا؟ لأن الله اسمه الغني قبل أن نخلق نحن، واسمه الخالق قبل أن نخلق، واسمه الباري قبل أن، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى صفاته كاملة قبل أن، وبالتالي ما كلفنا به هو لمصلحتنا. عشان كده الله ايش يقول؟ قال إن أحسنتم لأنفسكم. طيب وإن ظلمنا إن أسأتم فلها. هذه لابد أن نضعها. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك والله هذه الأوامر وهذه النواهي إن أحسنت بها تعيش في الدنيا على أفضل حال، وتعيش في الآخرة على أحسن حال، يعني حياة طيبة في الدنيا وسعادة أخروية أبدية. ما فعلت ذلك وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دكتور حسن، أختم هذا اللقاء في حقيقة نعود إلى أيضا آيات رمضان، حينما ختم الله عز وجل الأحكام بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هل ممكن نفهم من هذه الآية الكريمة أنها تفيد الجميع، بمعنى تفيد الرجل الصالح الذي يظن أن عمله قبل في الاستمرار، يدعو الله عز وجل أن يثبته على الخير فيستمر، والرجل أو الشخص الذي سواء كان رجل أو امرأة قصر في رمضان فعنده فرصة حتى بعد رمضان أن يدعو الله عز وجل فيستغفر ويتوب ويصحح. نعم. وكذلك الثالث الذي هو غافل يعني له من الصالحين وله من السباقين في الخير غافل، وهذا أيضا ربما إذا دعا الله عز وجل وعاد إلى الله سبحانه وتعالى وآمن بالله، يعني أن الله عز وجل قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. نعم. تعليقكم حول هذا دكتور حسن، ولماذا سمى الله عز وجل أن دعاءه جعله من الإيمان به وجعله من الاستجابة له، ثم ختم بأنه هذه مرحلة الرشد؟ نعم. يعني قضية حقيقة أتوقع يعني مناسبة أن نختم بها هذا اللقاء. بارك الله فيك. حقيقة يعني آيات الصيام وما جاء فيها مقاصد كثيرة جدا، ولكن كما تفضلت هنا في 3 مقاصد ترتبت فيها جاءت متسلسلة. الأولى لعلكم تتقون. نعم. لعلكم تشكرون. لعلهم يرشدون. ال3 سبحان الله جاءت مع بعضها البعض. إذا استطعت أن تلتزم العبادة حققت التقوى. إذا تحققت التقوى على تمامها وكمالها حققت الشكر. واتقوا الله لعلكم تشكرون. لاحظ يعني رتب يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم، قال لعلكم في سورة البقرة، قال لعلكم تتقون. فكأنما الشعائر من صيام من صلاة من غير هذه الشعائر تحقق التقوى. طيب حققنا التقوى يتحقق الشكر، واتقوا الله لعلكم تشكرون. الشكر يحقق شيء آخر لعلكم ترحمون. لاحظت؟ فهنا سبحان الله في رمضان الناس ينقسم إلى طائفتين. طائفة استكملت وأخذت بحظ وافر من شهر رمضان وخرجت وهي شاكرة لله تبارك وتعالى. يا سلام. وهي شاكرة. والشكر طبعا هنا يتحول كأنما الله سبحانه وتعالى تترجم بعد ذلك سلوكياتك كلها معنى الشكر. شكر في الأفعال وشكر في الأقوال وشكر في الاعتقادات وشكر في التصورات. فكأنما الإنسان قسم الله سبحانه وتعالى الناس إما شاكرا وإما ما كفورا. جزاك الله خير. بعد وإذا سألك عبادي عنه، لاحظ كيف جاءت في وسط هذا وسط آيات الصيام وإذا سألك عبادي. كأنما الله عز وجل يقول لك والله قد تخرج من هذا الصيام وأنت مقصر، وقد تخرج من هذا الصيام وأنت لست مستكمل، أنت محتاج إلى ذكر الله. محتاج إلى ذكر. وابن تيمية عليه رحمة الله يقول والذكر نوعان، ذكر دعاء وذكر مسألة. ذكر دعاء والذكر العادي.
ذكر المسألة هو أن نقول يا رب أعطنا كذا. أعطنا كذا. نعم. والذكر الآخر وهو ذكر التسبيح والتهليل والتحميد، وكلاهما ذكر. نعم. كلاهما صحيح. ذكر. هنا الآية على كل الله سبحانه إذا سألك عبادي عني فإني قريب. خرجت من رمضان لا تقطع الصلة بالله، لأنه أصلا الدعاء هو صلة. نعم. والله عز وجل أمرنا أن نكون على صلاتنا، نعم. والذين هم على صلاتهم يحافظون وعلى صلاتهم دائمون. نعم. أنت محتاج ما بعد شهر رمضان إلى المداومة في الصلة مع الله. كيف الصلة مع الله؟ أصلها الدعاء. يعني أصل الصلة مع الله يبدأ بإيه؟ يبدأ بالدعاء. وكانت في مكة قبل أن تنزل الصلاة ذات الحركات كل ما جاء مسمى صلاة هو كان في الدعاء. فكأن الله عز وجل يقول لك أنت محتاج ما بعد رمضان إلى ديمومة الصلة معي. ادعو الله بكمال ما نقص، وادعو الله تبارك وتعالى بتجاوز ما نقصته. نعم. وهنا طبعا يجعلني ذلك أدخل إلى مسألة مهمة جدا، وهي موضوع الاستغفار. تمام. ما بعد رمضان أنت محتاج إلى الاستغفار كحالة كل العبادات. كل العبادات الله سبحانه وتعالى يعقبها. وهنا طبعا الاستغفار لا أعني به استغفار المذنبين والعوام، لأنه نحن عندنا في القرآن الكريم إشارة إلى أمرين: الذين يستغفرون بعد المعاصي، والذين يستغفرون بعد الطاعات. فنحن لا نتكلم الآن عن استغفار أهل المعاصي، وهذا واجب لنا جميعا طبعا أن نستغفر بعد الذنوب وكذا. لكن الله تبارك وتعالى يشير هنا إلى معنى خفي جدا، وهو أنك ما بعد رمضان محتاج إلى استغفار الصالحين وليس استغفار المذنبين. فنحن بعد الصلوات نقول استغفر الله استغفر الله استغفر. بعد أن نكمل الحج يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد الزكاة وقيام الليل نقول استغفروا الذين هم وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كذلك الآن هنا في رمضان أنت مطالب بأن والله تدخل بمفهوم الذكر في الصلة مع الله سبحانه وتعالى، ومفهوم الاستغفار. والاستغفار يشرحه ابن القيم عليه رحمة الله، ويحدد فلسفته بقوله: هو استشعار النعم واستشعار التقصير. أن نعم الله عظيمة، وأن نحن مقصرون إزاء تعاملنا مع نعم الله سبحانه. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبالتالي ماذا نفعل؟ نردم هذه الفجوة ما بين النعم العظيمة وما بين التقصير الكبير بالنسبة للإنسان، يردم ذلك بمفهوم الاستغفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيد الاستغفار يقول: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. فترتب الاستغفار بناء على هذين الميزانين، ميزان الثقيل جدا للنعم، نعم الله سبحانه التي لا نستطيع حقيقة أن نحصيها، وما بين تقصيرنا تجاه أنفسنا، تقصيرنا تجاه أسرنا، تقصيرنا تجاه رب العالمين، تقصيرنا تجاه المجتمع. هذا التقصير الهائل جدا نحتاج فيه إلى أن الإنسان يخلو مع نفسه بعد كل طاعة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حتى يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنا. جزاكم الله خير شيخ حسن سلمان على هذا البيان الماتع. مشاهدينا الأكارم، كنا في حديث ماتع مع الدكتور حسن سلمان بعنوان ماذا بعد رمضان. انتهت حلقة اليوم، ولكن إن أنسى فلا أنسى أن أذكركم ونفسي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على الصيام في 6 من شوال، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأذكر مشاهدي الأكارم بالحرص على هذه ال6 التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليكتمل الأجر، ولنستمر أيضا في عبادة ربنا سبحانه وتعالى، واستغلال المواسم في طاعة الله والتسابق والتسارع فيه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح القول والعمل، وأن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه. كما أكرر التهنئة للشعب الفلسطيني المسلم، والتهنئة لنا جميعا كمسلمين في هذا النصر العظيم الذي تحقق في بيت المقدس وفي فلسطين كلها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا المسجد الأقصى إلى حظيرة المسلمين، وأن نخرج هذا العدو الغاشم الظالم المحتل إلى مكانه الذي يستحقه، فذلك الفتح العظيم كما أشار إليه الدكتور حسن سلمان. فنكرر التهنئة لهذا الشعب، ونهنئ أنفسنا لأننا نحن جزء منه، ولأن بيت المقدس هو قبلتنا وهو وجهتنا، وهو يعني ثالث مسرى، ثالث الحرمين أو ثالث المقدسات الإسلامية التي ينبغي علينا
أن نعظمها وأن ندافع عنها حتى الموت. بارك الله فيكم مشاهدي الأكارم، ونفعنا بعلم مشايخنا ووفقنا وإياكم لكل خير. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من